لما كنت بقول انا خدت الشهادات دي من تاسك، الناس دي وكلاء لمعاهد بره امريكيه، فده كان ويل نون قوي. الناس كتير كانت عارفه المكان وعارفه الشهاده دي بتتاخدش بالسهل، وعارفه ان انت بتتعب قوي في الامتحان وفي المذاكره عشان تقدر تاخد السيرتيفيكت دي. لا، اسمكم معروف جدا. انا مصطفى محمد، بريكيورمنت مانجر في شركه سيستم انتجريتور. انا اخر فتره كده كنت خدت كذا شهاده من اماكن تانية مختلفه يعني. بعدين كنت عايز اعلي صراحه الليفل اللي انا موجود فيه، فدورت كتير كده على لينكد ان وعلى فيسبوك لحد ما لقيتكم. دخلت دورت وشفت الناس الريفيوز اللي كانت كاتباها. الموضوع عجبني جدا. في كورس كده معين انا كنت بدور عليه بقالي فتره، وصلت والحمد لله خدته. انا اخترت شركه تاسك لان دي شغلتنا تقريبا. فانت بتخش تدور مين احسن حاجه موجوده في السوق، او في احسن حد ممكن يقدم لك الفيتشرز دي. الحمد لله بعد سيرش كتير كده لقيت ان تاسك احسن مكان بيقدم لك خدمه في البروكيورمنت. تقريبا مفيش حد تاني في السوق انت هتديها زيها يعني. دايما اي شرح او اي حاجه كان بيقولها لنا كان بيديها لنا بالناحيتين، عملي ونظري. ده سهل لنا قوي الموضوع. كل حد يجي يدوس في الموضوع غير لما حد يكون بيقرا ويشرح لك. اتعلمنا حاجات كتير قوي، وكنا كمان بنطبق يعني. احنا كنا 12 تقريبا، واحد او 10 مش فاكر الرقم. كل حد كان بيقول الاكسبيرينس بتاعته في الشغلانه بتاعته بتركب على الحته دي ازاي. فده كان حاجه برضو انت بتسمع حاجات انا مش فاكر يعني. انا في الفيلد بتاعي كوميونيكيشن، في ناس تانية كان اندستري، في ناس تانية كانت عندهم وير هاوسز ومش عارف حاجات كده. فده انت بتسمع ديفرنس اكسبيرينس من الناس مختلفه. ده كانت حاجه كويسه قوي. في جاب كبير قوي بصراحه بين هنا وبين اماكن تانية. انا خدت في اماكن وعلى فكره بيج نيمز يعني في مصر، بس فعلا لا، الدنيا مختلفه. طريقه توصيل المعلومه، ربطها بالمنهج، ده كله كان مختلف خالص. كان الحاجات كلها تقريبا جديده، فانت بتاخد المودرن اكسبيرينس بتاع الموضوع يعني. فده كانت حاجه كويسه جدا. انا عايز اقول ان الدعم فعلا خلال الفتره اللي احنا كنا بندرس فيها هنا، حتى كمان بعد ما خلصنا كان في مشكله صغيره كده، الموضوع اتحل بشكل مثالي الصراحه يعني. كنت دايما مش مور بروفيشنال يعني. انت بتشتغل عندك اكسبيرينس، بس الحته دي ما فيهاش النولج. رحت درست في مكان اسمه تاسك، حاجه بريكيورمنت ريليتد قوي باللي انا بشتغله. وانت بقيت تاخد قرار بناء على نولج واكسبيرينس. فدي فرقت قوي، اختصرت وقت كتير يعني. في حاجات كتيره كنا بناخد فيها وقت اطول كنا بنعملها بالاولد فاشن موديل يعني. لا، الدنيا اتغيرت وتاخد قرارات اسرع بكتير بناء ان انت خلاص بقى عندك نولج يعني. عايز اقول ان الشهاده فرقت معايا كتير قوي فعلا يعني. لما تحط جنب اسمك في لينكد ان اللي انت واخد شهادتين من مكان محترم جدا تاسك، فرقت كتير. وكان جالي اوفرز كتير. انا حتى اخر الفتره دي كان جالي اكتر من اوفر. لسه بفكر في حاجات كده، ممكن ان شاء الله امشي او اقعد. لسه يعني القرار مش واضح قدامي قوي، بس لا، فرقت معايا كتير يعني. لما كنت بقول انا خدت الشهادات دي من تاسك، الناس دي وكلاء لمعاهد بره امريكيه، فده كان ويل نون قوي. الناس كتير كانت عارفه المكان وعارفه الشهاده دي بتتاخدش بالسهل، وعارفه ان انت بتتعب قوي في الامتحان وفي المذاكره عشان تقدر تاخد السيرتيفيكت دي. لا، اسمكم معروف جدا. خليني اقول لك ان انا حصل تجربه عمليه. انا لقيت حد بيكلمني عليه جدا، هو حد عايش في السعوديه. قلت له انا خدتها. ابتدى يسالني، قلت له يعني انا مش هرشح لك غير مكان اسمه تاسك هنا في مصر. حتى لو تعرف تاخدها معاهم اونلاين، الموضوع هيفرق معاك كتير قوي. انت بتذاكر وبتاخد منهج مع فريش يعني. الحاجات كلها مودرن، هيفرق معاك كتير جدا جدا يعني. ده حصل. وهو حتى انا فاهم ان هو كمان جوين يعني. هو بعت لي رساله وشكرني فيها، وقعد يقول لي بجد انا متشكر ومش عارف خالص والله. فعلا الموضوع جه كده صدفه يعني.